لو عايز تحول جودة الفيديوهات بتاعتك من كده لكده من غير ما تشتري حاجات هاي اند وتدفع فيها كتير، فانا في الفيديو ده هقولك على كل المعدات اللي انا بستخدمها، اللي انا بعتبرها احسن معدات في الفئة المتوسطة. وكمان في اخر الفيديو هقولك على السر اللي خلاني اعرف ان انا اظبط الالوان بتاعتي، لان دي كانت اكتر حاجة كنت بعاني منها. ففي اخر الفيديو هقولك ايه اللي خلاني اعرف اعمل كده. واول حاجة هنبدأ بالحاجة الاساسية عندنا، وهي الكاميرا اللي انا بصور بيها. ويمكن دي اكتر حاجة انا اتسألت عليها في الفترة اللي فاتت، ايه نوع الكاميرا اللي انا بصور بيها؟ وهي الكانون R7. واللي خلاني ان انا اجيب الكانون R7 دي انها بتديك نفس الامكانيات ويمكن احسن من الكانون R5، وباقل من نص سعرها، ويمكن كمان توصل لربع سعرها. الار 5 دلوقتي ثمنها 14000 درهم، الار 7 ثمنها اقل من 4000 درهم. وتعالوا اكلمكم عن المواصفات بتاعتها عشان تشوفوا هي قد ايه مبهره. اول حاجه الكاميرا بتيجي بسنسور 32.5 ميجا بكسل، لكن السنسور بتاعها ده كروب سنسور مش فول فريم. واللي خلاني ان انا اختار اجيب كاميرا كروب سنسور هو عشان العدسات اللي هتركب عليها. لان انت لو هتجيب عدسه كويسه لكاميرا فول فريم فانت هتدفع اكتر من ضعف ثمن الكاميرا دي، لكن عشان تجيب عدسه كويسه للكاميرا دي فانت هتدفع اقل من كده بكتير، وهنتكلم عن العدسات بعد كده. تاني حاجه الكاميرا دي بتصور فيديوهات 4K لحد 60 فريم في الثانيه، وممكن كمان 1080p 120 فريم في الثانيه. لكن الفكره انها بتصور فيديوهات ال 4K بتبقى فعليا متصوره فيديو 7K ومضغوط عشان يديلك فيديو 4K. فمعنى كده ان انت هتاخد تفاصيل احسن بشارب اكتر. يعني ان انت لو هتعمل كروب او زوم ان في الفيديو اللي انت شايفه ده هتاخد التفاصيل هتبقى باينه اكتر لما بتصور فيديو عادي 4K. وغير الجوده بتاعتها العاليه، الالوان بتاعتها لانها الفيديوهات بتصورها 10 بت 422. طب ايه الفرق ما بين 10 بت وال 8 بت؟ ال 8 بت بتصور 16 مليون لون، لكن ال 10 بت بتصور مليار لون. ده غير كمان ال 422 احسن من ال 420 لان هو بيديك درجات وشيدز اكتر في الالوان اللي انت بتشوفها. وفي الفيديو اللي انتوا شايفينه قدامكم ده هو فرق ما بين الكاميرا ال R7 اللي بتصور 4K 10 بت 422 والكانون 80D، ودي اول كاميرا انا جبتها واللي بتصور فيديوهات 1080p 8 بت 420. ده غير ان الكاميرا فيها ايبس يعني ان بودي ايمج ستابلايزيشن، وده شبه السنسور شيفت اللي موجود في الايفون، ان السنسور نفسه معمول له ستابلايزيشن متوازن. يعني وانت بتتحرك او الكاميرا بتتحرك السنسور كمان بيتحرك عشان يقلل من الحركه في الصوره اللي انت شايفها. ده غير ان انت ممكن تضيف عليه ديجيتال ايمج ستابلايزيشن، فهو بيعمل لك زوم ان شويه في الصوره لكن بيعمل لك ستابلايزيشن اكتر في الكاميرا. وكل ده من غير ما تحتاج جيمبل ومن غير ما تحتاج عدسه فيها ستابلايزيشن. والكاميرا بتصور فيديوهات سي لوك 3، فانت هتاخد امكانيات كتيره جدا في البوست برودكشن عشان تظبط الالوان وتظبط الوايت بالانس والحاجات دي كلها. واما بالنسبه للميموري كارد فالكاميرا بتاخد 2 ميموري كارد وتقدر تصور على الاثنين في نفس الوقت. ده هيكون احتياطي عشان لو بتصور حاجه مهمه، فلو الميموري كارد حصل له حاجه فعندك الميموري كارد التاني شغال باك اب. وانا في ال3 سنين اللي انا استخدمت فيهم الكاميرا عمر ما في الميموري كارد اصلا حصل له حاجه. وبالنسبه ان انت عشان تستخدم وتاخد الامكانيات بتاعتها كامله فانت لازم ميموري كارد يكون V60 على الاقل. وحاجه تانية ممكن تستخدم فيها الاثنين ميموري كارد ان انت ممكن تخليها ريلاي، يعني لو ميموري كارد خلص تكمل تسجيل على الميموري كارد التاني. انا بستخدم الكاميرا دي من ساعه ما نزلت من 3 سنين، وفعلا جوده الفيديوهات بتاعتي عليت جدا من بعد ما استخدمتها. انا زي ما قلت لكم كنت بستخدم الكانون 80D، والفرق الجوده ما بين الاتنين فرق شاسع. والالوان بتاعتها حلوه جدا عجباني، وادائها في معظم ظروف التصوير كويس جدا. يمكن عيبها الوحيد ان هو في الاضاءه الضعيفه بيبقى فيها شوية نويز باين، لكن ده تقدر تعادله أو تقاومه بإن أنت تقلل الأيزو بتاع الكاميرا. أما بالنسبة لموضوع السخونية والحرارة فالحمد لله الكاميرا دي ما بتسخنش وما بتفصلش بسبب الحرارة. وأنا طبعا استخدمتها في الاستوديو كتير وبصور بيها بالساعات، صورت بيها بره وفي الحر، لكن الكاميرا الأداء بتاعها كان ممتاز. طبعا ما ينفعش نتكلم على الكاميرا من غير ما نتكلم على كل المعدات اللي بنستخدمها عشان الكاميرا تطلع لك الصورة اللي أنت شايفها دي والصوت اللي أنت سامعه ده. حاجات مثلا زي العدسات، زي الإضاءة، وكمان زي المايك. وهنبدأ الأول بالعدسات، والعدسة الرئيسية اللي أنا بستخدمها مع الكاميرا هي السيجما 1835 f 1.8 EF لينز. وطبعا مستخدم معاها ادابتر ال EF to RF عشان تركب على الكاميرا دي. ودي العدسة اللي مخلاني أصلا أكمل في الإيكو سيستم بتاع كانون، لأن أنت في الكاميرات فعليا أنت مش محتاج إن أنت تفكر إيكو سيستم ككاميرا على قد ما أنت محتاج تفكر إيكو سيستم كعدسات، لان العدسات ممكن تكلفك اكتر بكتير من كاميرا. فانت لو هتحول مثلا من كانون لسوني فانت هتخسر فلوس كتير جدا وتدفع فلوس تاني عشان تجيب عدسات جديده. والعدسه دي صعب ان انت تاخد نفس المواصفات دي بالامكانيات دي بالسعر بتاعها، لان انت عدسه اف 1.8 فانت هتعمل لك عزل طبيعي للخلفيه من غير ما يكون مثلا محتاج مسافات بعيده عن الخلفيه اللي وراك،
زي الوضع اللي انا فيه دلوقتي. والميزه كمان في الاف 1.8 يعني العدسه فتحتها واسعه، فبتدخل نور اكتر، فهتكون الاداء بتاعها احسن في الاضاءه الضعيفه. وده بيعالج او بيحسن نقطه الاضاءه الضعيفه، العيب اللي موجود في الار 7. ويمكن عيب العدسه الوحيد ان ما فيهاش اوبتيكال ايمج ستابلايزيشن في العدسه نفسها، لكن بما ان الكاميرا فيها ايبس وديجيتال ايمج ستابلايزيشن فالموضوع بالنسبه لي مش ازمه قوي دلوقتي. وزي ما قلت دي العدسه اللي انا بستخدمها في معظم ظروف التصوير وفي معظم الحاجات اللي انا بصورها. يعني كل الفيديوهات الايرو اللي انا بستخدمها بستخدم بيها العدسه دي. الفيديوهات الجماليه البي رولز اللي انا بستخدمها للمنتجات برضو بستخدم فيها العدسه دي. لكن في الحالات اللي انا محتاج حاجه تصور تفاصيل دقيقه في منتج مثلا صغير زي تليفون او سماعه، فبستخدم عدسه تانية وهي الار اف 100 ام ام. دي الماكرو لينز، ودي ممكن تكون غاليه شويه لكن انا جبتها مستعمله وكانت في اوفر كويس جدا، ففعلا كان سعرها ساعتها مناسب جدا. ودي بتدي تفاصيل شارب جدا، بتقدر تقرب من المنتجات بشكل كبير، حتى لو انت مش مقرب فهي بتكبر لك المنتج وتخلي شكله حلو جدا. فبالنسبه لطبيعه الفيديوهات اللي انا بصورها واشكال اللقطات اللي انا بصورها، فالعدستين دول بالنسبه لي كفايه جدا، مش محتاج عدسات تانية. اما لو انت هتحتاج ان انت تصور فيديوهات بره وفي الشمس او في النور، ففي حاجة مهمة جدا لازم تكون معاك وهو ND فلتر. ال ND فلتر ده هو عامل زي نضارة الشمس، بدل ما انت واقف في الشمس وعامل كده هو او مش شايف اللي قدامك، فانت هتلبس نضارة الشمس وهتكون شايف كل حاجة بوضوح. فال ND فلتر ده هو بيغمق لك الصورة اللي قدامك، ففي نفس الوقت بيحافظ لك على فتحة العدسة. يعني انت ممكن مع ال ND فلتر تصور على فتحة العدسة ل f1.8 عشان تاخد البوكة وشكلها حلو جدا. مش محتاج ان انت تنزل الايزو بتاعك لحد 100، ومش محتاج ان انت تقفل العدسه لحد اف 10 عشان تاخد صوره معقوله. الاندي فلتر ده هو اللي هيحافظ لك على كل الاعدادات بتاعتك عشان تاخد فيديو احترافي بشكل حلو في الاضاءه اللي بره. اما لو انت هتصور في استوديو، فانت لو معاك احسن كاميرا في الدنيا ومعاك احسن عدسه في الدنيا من غير اضاءه كويسه، فهتاخد أسوأ صورة ممكن تتخيلها. والإضاءة اللي أنا بستخدمها هي الأمارانت 200 دي، ودي إضاءة سعرها خرافي بالنسبة لجودتها، لان جوده الاضاءه بتاعتها عاليه جدا وكويسه جدا، اما سعرها تقريبا حوالين ال1000 درهم. ولو انت حابب حاجه ارخص شويه ففي الاماران 100 دي، ودي ارخص شويه لكن الفرق السعري مش كبير ما بينهم. لكن الفكره ان انا مثلا بستخدم الاضاءه مثلا ساعات على 24 او ساعات على 40% من ال 200 واط بتاعها، فانا لو هستخدم ال 100 دي فانا كده هشغلها على 100%، وده طبعا هيخلي المروحه شغاله اكتر. لكن ميزه المروحه هنا في ال 200 دي او كمان ال 100 دي ان صوت المروحه مش مسموع، حتى وانت قاعد جنبه مش هتسمع صوت المروحه. فبجد بالنسبه لي دول احسن قيمه مقابل سعر في الاضاءه الاحترافيه اللي انت ممكن تاخدها. والكي لايت مش الاضاءه الوحيده اللي انا بستخدمها. اول حاجه انا بستخدم في الخلفيه الهيو لايت، وده عشان ينور لي الخلفيه ويدي شكل حلو. وده انا بستخدم فيه الفيليبس هيو النوع البلوتوث عشان ما تستخدمش معاهم بريدج. تاني اضاءه موجوده هي الابيتشر بولب، ودي برضو عشان تديني اكسنت في الحيطه اللي فاضيه. تالت اضاءه بستخدمها هي الام سي ابيتشر، ودي انا حاططها عشان تديني فيل لايت كده عشان الجزء ده ما يبقاش مسود قوي. انا عاملها على اللون الازرق ده، الستايل اللي انا عجبني. ممكن تخليها ابيض او اي لون تاني لانها اضاءه ار جي بي. وطبعا اخر حاجه هي الكي لايت، وهو اللي بينورني انا وبيخلي كل الاضاءات اللي حواليا يبقى شكلها حلو، وعشان كده انا مركب جريد عشان الجريد دي ما تاثرش على الاضاءات اللي ورايا. والميزه ان انا مستخدم الام سي ابيتشر والابيتشر بولب والاماران 200 دي، ان انا بستخدمهم كلهم واتحكم فيهم واغير في الاضاءات بتاعتهم عن طريق تطبيق واحد وهو السايد سلينج. وده برضو يعتبر ان هو ايكو سيستم لطيف كده ظريف، ان انت تسهل عليك الاستخدام بتاع الاضاءات اللي عندك. ده غير كمان الاسعار بتاعتهم مناسبه جدا مش غاليه. وطبعا هتلاقوا على الارفف اللي ورايا ده شويه اكسسوارات كده منوره، عشان الحاجات المنوره بيبقى شكلها حلو، وخصوصا في السيت اب زي ده انا عامله زي دراماتيك شويه فما فيش اضاءه والدنيا مش منوره، فالحاجات اللي منوره اللي ورايا دي بيبقى شكلها حلو في الخلفيه. وخدوا مني النصيحه دي عشان تستخدموها قبل ما تشتروا اي اكسسوارات منوره في السيت اب بتاعكم، لان في مشكله كبيره جدا في معظم الحاجات او الاكسسوارات اللي بتنور، انها بتبقى بتفليكر او بتفلاش، يعني بتبقى باينه على الكاميرا انها بتقفل وبتفتح بشكل سريع. اول حاجه هتستخدم التليفون بتاعك في المحل قبل ما تشتري الاضاءه، تشغلها وتخلي التليفون شغال على السلو موشن، وتحط بس الكاميرا عليها وتشوف اذا كانت بتعمل الوميض اللي بيقفل ويفتح ولا الاضاءه ثابته زي ما هي. فما تنسوش تعملوا الحركه دي قبل ما تشتروا اي حاجه بتنور عندكم في السيت اب. واخر حاجه في السيت اب ده، وهي تعتبر كمان اهم حاجه، هو الصوت. لان كتير جدا على الانترنت الناس ممكن تتغاضى عن الصورة اللي شكلها مش حلو. انا المايك الرئيسي اللي انا بستخدمه هو الدي جي اي مايك ميني، وانا عجبني جدا الدي جي اي ده
لان انا في البوست برودكشن ما بعملش فيه حاجات كتير، يا دوبك بعلي الليفل بتاعه شويه. جوده الصوت بتاعته كويسه جدا، ما بيسجلش نويز او اي صدى موجود زياده في الاوضه. ده غير ان هو بيجي بمايكين، يعني ممكن تصور بشخصين في نفس الوقت، وكمان في ديد كات عشان تركبها على المايك لو انت بتصور بره والدنيا هوا. وعايز اقول لكم ان المايك الوايرلس دلوقتي بقى اوبشن ممتاز، وخصوصا مايك زي ده او حتى الهولي لاند لارك ام 2 سعرهم مناسب جدا، على عكس زمان ثمن المايك الوايرلس كان ضعف ثمن الدي جي اي مايك ميني والهولي لاند. وكمان جوده الصوت بتاعتهم ما كانتش احسن حاجه. وانا الاول كنت بستخدم اللي هو الشوت جان مايك، والموضوع ده كان عامل لي ازمه في المكتب، خصوصا ان انا ما عنديش مساحه كبيره. الهاسل دي كلها راحت مع مجرد القطعه الصغيره دي اللي ممكن تعلقها في اي مكان. وطبعا هتعرف تستخدمه وانت بتصور بره بالكاميرا او حتى بره بالتليفون، لان هو بيشتغل على الكاميرا والتليفون. ومن اكتر الحاجات اللي انا بستخدمها في التصوير هو التليفون بتاعي، لان انا مش دايما بيبقى معايا الكاميرا او في اماكن مش هعرف استخدم فيها الكاميرا. فالتليفون بتاعي بيسهل عليا خصوصا المشاهد الجماليه، او حتى الفيديوهات اللي انا بصورها زي الشورتس او اجزاء من الفيديوهات بتاعتي زي اللي انتم شايفينها دلوقتي. ومش بس الايفون 17 برو ماكس هو اللي انا بستخدمه في تصوير المحتوى، انا بقالي سنتين او ثلاثه بستخدم الايفون بتاعي في تصوير الفيديوهات بتاعتي والبي رولز اللي انا بستخدمها في الفيديوهات. دلوقتي تعالوا اقول لكم على حاجه اللي هتخليك تظبط نسب الاضاءه بتاعتك في المونتاج، وكمان تظبط الالوان بتاعتك عشان تطلع الوان حقيقيه. ده قبل ما تعمل كولر جريدنج، لو انت عايز تلون الفيديو بشكل معين، فانت لازم تصحح الالوان بتاعتك، وهي الكولر تشيكر. ودي بالنسبه لي كانت اهم حاجه حتى وانا بستخدمها مع الكاميرا القديمه الكانون 80 دي. اول حاجه في ظهر الكولر تشيكر فعندك الجزء الرمادي الفاتح ده، وده عشان يظبط لك الوايت بالانس بتاع الكاميرا. لان انت لو ما ظبطتش الوايت بالانس ممكن الصوره تطلع معاك مزرقه مخضره مصفره. لازم تظبط الوايت بالانس، ودي اهم حاجه واول حاجه تعملها اول ما تفتح الكاميرا. تاني حاجة انت عندك الجزء ده. الجزء ده عشان تظبط نسب الإضاءة بتاعتك في الفيديو، عندك الفاتح ده الهايلايتس، ده الميد تونز، وده الشادوز، وده الأسود. تاني حاجة عندك هنا الألوان بتاعت لون البشرة، عشان برضو تظبط لون البشرة صح أيا كانت درجتها على برنامج المونتاج بتاعك. والناحية دي عندك الألوان الرئيسية، فأنت لو ظبطت الحاجات دي فأنت عندك فيديو جاهز كألوان وكإضاءة بنسبة 80%. ممكن يختلف معاك شوية على حسب مثلا أنت ماسكها هي ضاربة في النور شوية، فممكن تحتاج تظبط في نسب الإضاءة شوية أو في الساتوريشن والتشبع على حسب عينك وعلى حسب ما هتتمرن، لكن دي هتخلص لك 80% من الموضوع ده. وبكده أنا قلت لكم على كل الحاجات الأساسية اللي أنا بستخدمها في صناعة المحتوى وصناعة الفيديوهات اللي انتوا بتشوفوها. لو حابين ان انا اكلمكم فيديوهات اكتر عن ازاي بستخدم الكاميرا، ازاي بستخدم الاضاءة، مكان الاضاءة فين، الحاجات التانية اللي هي تعتبر تولز بستخدمها وتكون اساسية معايا في صناعة المحتوى، اكتبوا لي تحت في التعليقات عشان ممكن نعملها سلسلة عن فيديوهات عن صناعة المحتوى. ولو عندكم اي اسئلة او استفسارات برضو اكتبوها لي تحت في التعليقات. اعملوا شير الفيديو ده مع حد مهتم، وتنشروا اللايك، وتابعوني عشان ما يفوتكوش الفيديوهات الجاية. ان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.